فيها. انت مش بتقولي يا ست دولة انك تعرفي تقري؟ اقرا عربي انما فرنساوي لا. وايه اللي هيخلي توفيق يكتب بالفرنساوي؟ ده كل جواباته بيكتبها بالعربي. اذا كان كده هاتي يا اختي وانا اقراه لك، انا متعلمه في الاولي. يوه، ايه اللي وقع من الجواب ده؟ شوفي يا ست كده، دي صورة. صورة مين دي؟ اتاريني بقول في نفسي الجواب ماله تقيل كده وفي حاجة ناشفة. ودي صورة مين دي يا است أمينة؟ يوه دي واحدة ست. وريني كده يا ستي. الله، والنبي حلوة وسنها صغير. اسم الله عليكي يا است وهيبة، دي يا اختي بتاعت على الأقل كده 25 سنة 30 سنة. إنما باين عليها طيبة أوي بنت حلال. ودي تطلع مين دي يا است أمينة؟ شوفي اقري كده أنا عارفة. كان الأمس يوما مشهودا في حياتي، إذ وقفت أمام أساتذتي في السوربون ساعات طويلة يناقشونني في رسالة الدكتوراه مناقشة مضنية عنيفة، ولكني خرجت فائزا بدكتوراه دولة بمرتبة الشرف، فأنا إذن الدكتور توفيق. الحمد لله يا ما انت كريم يا رب. يا ألف نهار أبيض النهاردة، وهيجي إمتى الدكتور توفيق؟ شوفي كده يا ست دولة والنبي اقري. أما مجيئي فلم أحدده بعد، إذ أن بعثتي لا تزال قائمة وسوف تنتهي رسميا في الربيع القادم، وربما بقيت هذا الشتاء في باريس أستريح من عناء الجهد الطويل الذي بذلته خلال السنوات ال5 الماضية. وعلى كل حال فسوف يكون مجيئي مفاجأة لكم. يعني ما بيتكلمش عن الصورة؟ لا والله، اهو كاتبها على الهامش اهي. ملحوظة، أرسل إليكم صورة صديقتي ماري تريز، وهي تحب الشرق وتحلم